ال تي بي مرحبا بكم في الحلقه اللي غادي نهضروا فيها على عروسه الشمال وشنو مخبي لينا هذه العروسه هذه. مدينه طنجه اللي قبل التصوير بثواني كنتفاجئ بانهم كيوجدوا انهم يصاوبوا اكبر علم مغربي في العالم. غيصاوبوا العلم المغربي ب 130 مليون باش ندخلوا به لدفتر غينيس. دول اخرى كتدخل بالمؤشرات الاجتماعيه والاقتصاديه وغيرها من الاشياء، وحنا كندخلوا باكبر طاجين وكسكسو وكذلك اكبر اتاي واكبر شوهه من الشوهات اللي غادي تشوفوا اليوم. الموضوع ديال اليوم مؤخرا شفنا في مدينه طنجه شهدات تحرش جماعي بواحد السيده اللي دارت بوم والصوره ديالها كتشوفوها لتحت اللي كتعلق بهذه الفتاه اللي تعرضت للتحرش. واش التحرش كاين غير في الشارع ولا كاين حتى في السياسه؟ هذا هو الموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. شنو واقع في السياسه في مدينه طنجه اليوم؟ كاين متهمين واي حاجه قلتها اليوم غادي تكون بوثائق، لان هذا الموضوع ديال الاقوال النيابه العامه كيروج في الواتساب، خصنا ضروري نعرفوا به ويعرفوا المغاربه كاملين ماشي بالضبط مدينه طنجه. واش فعلا هذه الشخصيات الوازنه اللي مذكورين في هذه المحاضر كيديروا هذا الشيء؟ لان عمده ديال مدينه طنجه سابق متهم بالتحرش بالشذوذ الجنسي، وكذلك امين عام حزب سابق متهم انه كيوظف الناس وكيسرق وكيدير بزاف ديال الاشياء. هادشي اللي غنعرفوا في هذه الحلقه هذه. واللي غيكذبني اي حاجه بالوثائق ديالها حتى من المحادثات الواتسابيه ها هي غادي نحطهم كاملين في الصوره باش تفهموا مزيان شنو الموضوع ديال هذه الحلقه هذه. قبل ما ندخل الحيتيات ديال هذا الموضوع نبغي نعرفكم بالشخصيات الوازنه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هذا. هذا الفيديو الصور اللي مورايا فيها العمده ديال مدينه طنجه الحالي اللي هو منير ليموري، كذلك رئيس جمعيه الجماعات الترابيه ديال المغرب، واحد الجمعيه اللي كيتجمعوا فيها الجماعات الترابيه في اطار توزيع الوزيعه، كل واحد خدا شي حاجه في اطار التحالف. المجلس ديال الجهات خداتو بوئيده من الاحرار، كذلك مجلس المجالس ديال العمالات خداتو الاستقلال عن طريق دريوش، وكذلك الجماعات خداه ليموري. عرفتوا كيفاش بزاف الناس تيتسائلوا السيد عبد البارح خدا هذه المناصب كامله عمده مدينه طنجه وغيرها. غادي نقول لكم الامر سهل بخصوص هذه الجمعيه باش نسدوا الملف ديالها تنرجعوا لها في ملفات اخرى. ان هذا السيد هذا عمده ديال مدينه كبيره، والبلان عنده جوج ديال المدن كبرى، وكان الاختيار ما بينه هو وما بين فاطمه الزهراء المنصوري. بحكم الاشغال والاعمال اللي عند فاطمه الزهراء المنصوري طاح النصاب على هذا صدفه، لانه عمده ديال مدينه طنجه وكبيره داكشي على راس ديك الجمعيه اللي فيها بزاف ديال الفلوس، اللي غنرجعوا لها في الموضوع ديال هذا السيد هذا. شكون هذا السيد هذا؟ هو المعتقل الحالي حسن المزدوجي. الصفه ديالو عضو الكتابه الاقليميه ديال بام، وإلا قلت لك شكون هو الامين الاقليمي غتقول نقول لك هو هذا. والامين الجهوي هو هذا السيد هذا اللي كتشوفوه اليوم مورايا اللي ملقب بشريف عبد اللطيف الغبزاوي. هذا الياس عمري كتعرفوه نتوما المغاربه كاملين. الاتهامات اللي كيتقالوا عليه هنايا هو براسو ما عرفهمش واقيلا. وهذا خوه العمده ديال مدينه طنجه السابق، وكذلك هو الشخص اللي غادي نهضروا فيه بخصوص الشذوذ الجنسي. القصه السياسيه ديال هذه الوثائق اللي توصلت بها، والقصه ديال الوثائق الاخرى اللي غادي نهضروا عليها في الفيديو هذا ديال بيرمي دافيتي او الرخصه ديال البناء اللي تعطات في 2010 ورخصه السكن حتى 2024، مع العلم ان مجموعه ديال ولات ورؤساء الجامعات رفضوا انهم يعطيوها التعطات. غادي نهضروا كذلك على شركه الاسبان اللي كتوصلها 200 مليون او 150 مليون شهريا بواحد الخدمه ما كديرهاش. غادي نهضروا على الفندق وحتى المحادثات ها هي السي العمده باش ناكدوا لك، وحتى من الشيك اللي غادي تقول لي عليه ما كاينش ها هو، يعني حتى حاجه ما غادي نخبيوها على المغاربه. وباش ناكد لكم قبل هذه الحلقه ناكد لمجموعه ديال الناس اللي تصنتوا ليا ان هذا السيد هذا راه تواصلنا معاه بخصوص هذه الملفات وهادشي اللي غيتقال عليه دابا. غتقول ما تواصلتش معاه كما كيقولوا بزاف الناس. غناكد لكم من هذا المنبر هذا انني ما كنتصل بحتى شي واحد ال1000 مره. راه اتصلت بك السيده رئيسه التحرير ديال الموقع، واتصلنا بك من الفيكس الرسمي ديال الموقع. يعني اي معلومه بغيناك تعطيها لنا غادي تعطيها لنا عبر مكالمه هاتفيه او الواتساب ديال الموقع اللي كيسالي مع 5 ديال العشيه. يعني حتى صيفطتي فيه من بعد راه ما غاديش نجاوبوك حتى لغد في الصباح. وباش ناكد لكم ان السيد ما عطانا حتى شي جواب على هذا الشيء هذا اللي غادي نقولوا لكم عليه في هذا الفيديو هذا. يكفي انه قال لك ما نعطيكمش في التليفون، غنصيفط لكم في واتساب. عطيناش 140 ساعه ما صيفطوا والو. باش ناكد لك انا ماشي انا اللي اتصلت بك فعلا، ولكن الموقع اللي كنشتغل فيه واللي كنهضر من المنبر ديالو هو اللي اتصل بك، حيت انا ما غاديش نعيط لك في محادثات خاصه او نفتح لك الباب ديال محادثات خاصه لا معك لا مع غيرك. غادي نبداو الموضوع مناش كيبدا من 30 مليون والشيك اللي غيتعتقل فيه هذا السيد هذا اللي الصفه ديالو والله ما عرفت هو الصحفي ولا شكون، ولكن في التصريحات ديالو في النيابه العامه ولا عند الشرطه القضائيه كيأكد كل مره صفه ما عرفت شنو كيدير. سياسي تينشط شي شويه. هذا الشيء اللي تقال اليوم قبل ما تسجل الجلسه. الموضوع بدا من مهرجان مطر اللي الرئيس ديال الجمعيه اللي كتنظم هذا المهرجان هو الزوج ديال فاطمه الزهراء المنصوري السي البركه. هذا السيد هذا غادي يتوجه عند السي البركه وغيقول لي بانني انا بغيت نضيفك الضيوف ديالك ديال المهرجان فندق بلا ما نذكروا الاسم ديالو في مدينه طنجه. يعني كنقولوا الضامن والعارض بشكارشو. هذا السيد هذا ضيفهم في واحد الفندق في مدينه طنجه، مع العلم انه العمده ديال مدينه طنجه والنفوذ الترابيه اللي كيتصاوب في هذه الجمعيه هذه هو النفوذ الترابي اللي علاش لا علاقه لهم بها، لانه ماشي هو رئيس الجهه ولا شي حاجه اللي يقدر يدعم. كان كيتسنى الله اعلم شي حاجه باش يخلص هذا اللوطيل الله اعلم. واش كان كيتسنى شي مهرجان باش يدخل شي في شي الله اعلم. اللي عرف هو ان مول اللوطيل كياكد انه ما توصلش بفلوسه، وقتاش غيتوصل بفلوسه وغياخذ هذا الشيك هذا. هو الوقيته اللي غيجي فيه استعدادات ديال المهرجان ديال السنه ديال هذه اللي كنأكد لكم حسب بعض التصريحات اللي بحثت فيها وبعض المصادر كيأكدوا لي هذا العام باقي ما مخلصش فيه. هذا السيد هذا غيتصل بمول الفندق وغيقول لي غادي تصادف لي الناس ديال المهرجان ديال السنه. قال لي لا. علاش لا؟ قال لي لان 2023 باقي ما تخلصش 28 مليون، قول 29 مليون تقريبا قل شي حاجه قليله، يعني 30 مليون ديال السنه هذه باقي ما تخلصتش فيها ديال السنه الفارطه باش نقدر نستقبل لك الناس. هذا السيد هذا حسب التصريحات ديال هذا السيد هذا مول لوطيل عيط لهذا اللي هو حسن المزدوجي وقال لي عافاك سير عطيه شيك بسميتك بخصوص الموضوع ديال الفندق، لان الموضوع ديال هذا الشيك هذا هو الموضوع المتعلق بمهرجان ماطا. ولكن في التصريحات كيأكد هذا حاجه اخرى، ولكن الوثائق سيدته نفسها تؤكد ان هذا الموضوع هذا ديال 30 مليون والشيك راه بدون رصيد، لان مول الفندق كيتصل بهذا العمده كيقول لي راه شيك بدون رصيد راه غنصيفطكم للحبس السيد اللي عطاني الشيك بخصوصك. ولكن باش نعطيو كل ذي حق هذا السيد معتقل قال لهم في التصريحات ديالو اللي ما واضحاش وكل مره فيها حاجه على اساس ان هذا
راه الموضوع ديال الشيك لا علاقه له مع العمده الحالي، مع العلم ان المحادثات تؤكد وهنا مكتوبه منير لموري، وعندكم حق تحققوا من هذه الوثائق. انا كنهضر على الوثائق، ما كنوزع اتهامات حتى شي شخص. مازال غادي نجيو للبيرمي دابيتي، ومازال غادي نجيو لشركات ارما، ومازال غادي نجيو لمجموعه ديال القضايا، حتى من الموظفين الجدد او الخمسه المهندسين اللي مازال حد الان الناس في الجامعه كيتسائلوا فينا هما، راه توظفوا فينا هما. واحد السيد تيقول لي اخي اسرار واش كيمشيو لشي بلاصه اخرى فين كيخدموا الناس اخرين اللي عنده علاقه معاهم، ولا الله اعلم. المهم مازال كيتسائلوا، هاد الناس توظفوا والصالير ديالهم بدا كيدوز، ولكن راه مازال ما شفناهمش. نبداو الموضوع. هذا السيد هذا ملي عطاه شيك بدون رصيد، هي ما يهضر هذا السيد هذا، والمحادثات كتشوفوها انه ما كيجاوبوش، مشى تاع الشيك صدفه والله اعلم. هذا السيد هذا اللي كيقول لك السيد ما عنده علاقه معاه، كانوا مسافرين في جوج من اسبانيا، مع العلم ان ديك الجمعيه اللي هضرت عليها، هذه الصوره هي اللي تحت كتشوفوها ديال هذا السيد هذا كيتواجد في دوله اسبانيا، حيث كيقولوا بانه موظف في ديك الجمعيه. الا انه واش كان كيدير في هذه الصوره دي، هذه الصوره هذه في الاصل ديالها والموضوع ديالها هو موضوع ديال الارسال ديال الشخص في اطار جمعيه الجماعات الترابيه بالمغرب اللي الرئيس ديالها هو هذا. كنحرقكم بهذا وهذا باش تفهموا واحد الصور مرئيه واضحه. اعتقلوا هذا في الدخله ديال الميناء، كانوا غادي لاسبانيا وهذا هو اللي كتعرفوه بالحادثه ديال اللي خرجت في مواقع التواصل الاجتماعي ديال منير مونبيبي المطابقه للاصل حمزه مونبيبي، وكذلك الموضوع اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه والاخباريه ديال انه مشى قدم نفسه كعمده ديال مدينه طنجه ودوز الناس كاملين في الميناء وبغى يمشي بالزربه يوصل لمدينه طنجه، الا انه تخلع قدام ذاك الكم الهائل ديال الناس اللي كيقولوا لي مالك واش كتصنع لنا قبيلات ديال دولي براندو وتصريح ديال واحد السيد باش يمكن لك تدوز قبل منه. غادي نرجعوا للصوره. ملي هذا تعتقل بادر هذا بانه هذا يتخلص عليه الشيك، حطوا فيه على الفلوس ديال الشيك وخلاو السبيل ديالو، يعني هذا السيد مولوطيل تخلص. هنا غتبدا القصه. غيطلق العنان ديالو هذا في الفيسبوك، في صفحات فيسبوكيه ومواقع اخباريه اخرى، غادي يبدا يوزع اتهامات شمالا وجنوبا في اي شخص كيهاجم هذا ولا كينتقم من ذاك مول الفندق. مول الفندق بكثره التعرض ديالو لمجموعه ديال السب والقذف، مجموعه ديال الامور، مجموعه ديال الاتهامات، غادي توجه هو ومجموعه ديال الصحفيين الزملاء لعند النيابه العامه ويحطوا شكايه بخصوص حسن المزدوجي بالسب والقذف وغيرهم من التهم اللي غادي نشوفوها هنا ان شاء الله شنو دايرين ليه فيها. كيوزع تهم شمالا وجنوبا، يا اما بالسرقه، يا اما بالشذوذ الجنسي، يا اما بتوظيف الاشباح، يا اما بزاف ديال الامور. الا انه ملي غادي تعتقل وغيدوز عند قاضي التحقيق واللي التهم اليوم موجد عليه بالعنصريه ومجموعه ديال التهم خطيره جدا اللي غتقدر توصل العقوبه ديالهم حتى للسنين، لان المتابع متهم من اجل جنحه بث وتوزيع وادعاءات وقائع كاذبه بهدف المساس بحياه الخاصه للاشخاص والتشهير بهم، وتوزيع ادعاءات وقع كاذبه وقصد المساس بحياه الخاصه لامراه بسبب جنسها، والتشهير والتهديد والتمييز بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امراه بسبب جنسها. الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 447 جوج و447 3 و425 و427 و423 الى غيره من القانون الجنائي والقانون 88 13 المتعلق بالصحافه والنشر. السيد لحد الان راه معتقل، الله يدير ليه شي تاويل دخلنا السجن ما تبغي في العدوك بما فيهم حتى الناس اللي كنهضروا عليهم متهمين بسرقه الملعب. ولكن شنو يوقع ملي تعتقل؟ لان الوضعيه فيها اتهامات ديال هاد الجوج هادو ملي تحولت الاقوال. هاد الناس اللي مشاو داروا شكايه بهذا السيد هذا المعتقل حسب ما قريت الملفات راه مظلومين. هذا اللي مظلوم، لان السيد ما جبدهمش، لان السيد الصحفي الاول ولا كيتهم واحد السيد اخر اللي هو زميل ديالنا في مدينه الرباط اللي هو عبد الله الكوزي الصحفي ديال الصباح، كيقول بانه ما هضرش على المسمى فلان ولكن هضر على المسمى عبد الله الكوزي وليس دامو، مضيفا ان الواقعه الابتزاز كان معروفه بها الصحفي فلاني. والغريب في الامر هو انني انا ملي كنقرا هذه وكنعرف مزيان الصحفي عبد الله الكوزي كيتبعنا انه مدير مهرجان كبير ديال السينما. ما عمري عرفت انا الكوزي، الا كنت اخي الكوزي كنت مدير ديال شي مهرجان كبير قول لي ما كناش عارفين هادشي، وانه مدير ديال جريده المساء. والغريب في الامر انني كنعرف الكوزي مدير جريده الصباح. هنا ما كندافع على شي واحد باش ما نتسماوش كندافع، ولكن اللي كنتسناو هو ان المقصود بالتحرش الجنسي والشذوذ الجنسي اجاب المعني بالامر هو المسمى فؤاد العمري، خو الياس العمري الامين العام السابق. يعني هذا كيقول بانني انا ما قلتش على فلان الاخر ديال الاتهامات ديال الشذوذ الجنسي، وانما المتهم او الاقوال ديالي مواقع التواصل الاجتماعي راه قلت على ان هذا هو اللي عنده الامر ديال التعلق بالشذوذ الجنسي. هنا واضحين. وشنو العلاقه ديال الياس العمري؟ قال لهم انه راه ما هضرش على الرئيس ديال الجهه الاخر، وانما هضرت موظفه شبح كانت المعنيه به ترأس المسمى الياس العمري لمجلس الجهه طنجه السابق، باللي كان رئيس المجلس الجهه ديال طنجه السابق هو اللي كان قصدو بواحد السيده اخرى ماشي يعني هادو كاملين اللي مشاو داروا به شكايه كيضر منو راه ماشي نتوما اللي كيهضر عليكم، راه كيهضر على هاد الناس هادو اللي كنتمنى انهم يتحركوا ويديروا شكايات او يبينوا البراءه ديالهم بخصوص هاد الاقوال اللي كيدير. الشخص الاخر اللي هو صحفي كذلك كيقول عليه انه رطيطب. هنا كيأكد بان رطيطب ما مقصودش به نفس الشخص اللي هو العمراني، وانما المسمى فؤاد العمري. وكيأكد ان كلمه رطيطب راه ما قالهاش حيت مقصود التعبير ديالو انه شذوذ جنسي، وانما رطيطب غير بالعباره ديال شخص زعما عادي، يعني رطيطب يعني ما كيتحركش قال لك. ولكن هنا كيأكد على انه ملي قصد الشذوذ الجنسي كيأكد انه المقصود بالشذوذ الجنسي او برطيطب هو فؤاد العمري. حتى هنا واضحين وهاد الملفات باينه ولا ديسكسيون ديال العلاقه ديال هادشي كاينه، ولكن باش نعطيو هذا الاقوال وقال لك هذا راه ما عنده حتى شي علاقه ديال هاد الفلوس هادو، انما داك الوفد ديال اسبانيا. الا انه الوثائق راه هي كاينه، ولا بغى شي مسؤول يطلع عليها نعطيهم ليه، راه منشورين في واتساب كيدوروا تيسير لي في واتساب كيموصوني في واتساب راه غيوصلوك. نرجعوا للسي اللي موري اللي غنطرحوا عليه مجموعه ديال الاسئله، منهم لا جيستيون ديال ستوكاج ديال واحد الماده اللي كتكون بحال ديك الماء اللي كيهبط من الكاميو ديال الاسبان. واش حتى ارما ما كتجاوبناش بهذا الخصوص، اتصلوا بها من المكتب مرارا ما كتجاوبش، واش فعلا كتاخذ 150 مليون و200 مليون في الشهر على موضوع
ديال واحد السيرفيس ما كتقدموش، خدمه ما كتقدمهاش. واش هذا كامل هضر المال العام. سولنا السي اللي موري بهذا الخصوص علاش كتعطي هاد الفلوس هذا، قال لك صيفطوا لي في واتساب انا غنجاوبكم. الى يومنا هذا مازال كنتسناو الجواب، ولكن كنتمنى تجاوب من دابا لغدا، لان شهريا الناس ديال طنجه ولا الناس السيد وزير الداخليه والسيد الوالي الجديد السيد الوالي راه سيد نبغيو نعرفوا الحقيقه ديال هذا الموضوع هذا. لانك السي تازي خاصك تعرف بان هاد الناس تيقولوا بان هاد الشركه هذه ما كديرش هاد الخدمه هذه وكتخلص عليها الاموال الخياليه. نرجعوا الرخصه ديال السكن واللي هي هذه في يديا واللي كتشوفوها لتحت، ها هي تعطات الرخصه ديال البناء في 2010 وبالضبط ثاني ستيلو بالضبط 20 شهر 12 2010 تعطات الرخصه ديال السكن. جا السي اللي موري عطاه الرخصه ديال السكن، دابا رخصه البناء 2010 ورخصه السكن 15 4 2024. غتقول لي عادي شنو مالك شنو فيها؟ تعطات الرخصه ديال البناء مورا تعطات رخصه السكن، قانوني هادشي يا شري قانوني. وتنقول لك السي اللي موري راه ظالمك، هادشي راه قلتي فيه قانوني، الا انه غتقول لي 14 عام ما تعطاتش الرخصه. غنقول لك علاش 14 عام ما تعطاش الرخصه، لان اي ولي كيجي ولا اي رئيس جماعه كيجي بما فيهم هاد السيد هذا نيت وبما فيهم الناس ديال العداله والتنميه رفضوا انهم يعطيو الترخيص ديال السكن لهاد مول هاد البيرمي دابيتي. ومول هاد البيرمي دابيتي نبغي نسول السي اللي موري واش كتستخلص الاموال ديال القطع الارضيه اللي الملكيات ديالهم هي واضحه، الاراضي الغير مبنيه واش كتستخلص الاموال ديال هذه القطع الارضيه وديال الملكيات ولا لا؟ نبغي كيتجبد ليا الا كنتي كتستخلص كدب اشراف بالمدن وريني عكس ديال هادشي هذا. ها ما نعطيك انا الوثائق ديال الملكيات ونصر لي الوثائق نتا ان السيد هذا كيخلص الدوله وانت ما ساكتش عليه. انت من حقك خليني من الفضيحه الاخرى، انت جاوبني على هذا على هاد الجوج هذا وغنكمل معكم على هذا شنو داير. هاد السيد هذا لقاو انه عنده مشكل ديال البناء ديال زايد واحد 1000 متر غير مرخصه له، خارج بها داخل بها داير بها ماشي سوقي. كيجي السي اليعقوبي الولي الحالي ديال مدينه جهه الرباط والولي السابق ديال مدينه طنجه كيسحب كيمنع انه يعطي ترخيص ديال السكن. ولكن ملي جا السي اليعقوبي وجوج ديال رؤساء الجماعات السابقين منعوا انهم يعطيو رخص ديال السكن لانه كان دار توقيف. السي يعقوبي دار توقيف، غيجي السي مهديه اول حاجه غيجلس في هذا المكتب هذا غادي يشوف الوثيقه ديال التوقيف ديال هذه الارض هذه، ما غيدير فيها والو حتى هو لا هو رئيس الجماعه اللي كان معاه ديك الساعه، وغيخليهم موقفه. الاخطر من ذلك ان مول هذا البيرمي دابيتي غادي يمشي يحط في البلاتفورم بموضوع ديال طلب التسويه ديال الوضعيه. رفضوها ليه لان الولي الحالي السي تازي ما فهمتش علاش خرج وقال بان هذا الشيء هذا خصو. ما قالش انه اول حاجه مازال ما شفتش استفسار، طلبت قلت ما يمكنش ان السي تازي دوز عليه، يعني ضروري ما غادي يصيفط استفسار للسي اللي موري بخصوص هذا البيرمي دابيتي ولا الرخصه ديال السكن اللي يعطيها في الوقت، لانه ولات سابقين ورؤساء جماعات سابقين ما قدروش يعطيوها للسي لانه عنده خروقات خطيره جدا في الموضوع ديال البناء. وغادي نمشي لمدينه طنجه ونصورهم لكم باش تشوفوهم. اللي كاين هو ان الطلب ديال التسويه الوضعيه ما بغاش تقبل عليه البلاتفورم، لان فيها مجموعه ديال حتى السي تازي ملي جا قال لهم ان حتى الرخص ديال السكن ما يبقاش يعطيهم غير رئيس الجماعه، وانما بحال الترخيص ديال البناء تكون فيها لجنه بحال جميع الترخيصات يوليو فيهم لجنه وكل واحد يدوز. هاد اللجنه هذه نخليوها جانبا ونمشيو للموضوع ديال البلاتفورم اللي فيه مهندسين وفيه مجموعه ديال الامور. والخطير ملي ذكرت المهندسين ان المهندس اللي حط الرخصه ديال البناء انسحب من هذا المشروع هذا وجا واحد مهندس جديد حتى علاقه له مع التصميم ولا الاخر، لان الاخر صاحب الملف ديالو وهو اللي طلب الرخصه ديال السكن. يعني المهندس اللي طلب رخصه السكن ما عنده حتى شي علاقه بتاتا بالموضوع. الموضوع اللي فيه الشبهه واللي غادي نطرحوا فيه السؤال هو كيفاش السي منير اللي موري جوج ديال ولات سابقين ورؤساء جماعات سابقين ما عطاوش الرخصه، ورغم انه الخطير ان السيد دار طلب التسويه الوضعيه في البلاتفورم وترفضات ليه قبل ما توصل عندك، ولكن عطيتيه انت طلب ديال رخصه السكن بالخروقات اللي كاينه. انا والله ما نقول لك عندك علاقه معاه حتى انت ما تمشي من حقك ما ندير حتى شي دليل، وانا بغيت نيتك الصافيه، ولكن النيه الصافيه اللي غادي نطلب هي من السيد التازي يوضح لنا التفسير ديال هذا الموضوع هذا. وانا بدوري بحكم انني تواصلت مع السيد وما عطاني حتى شي معلومه غادي نتواصل بالناس المعنيين في الولايه وغادي نصيفط لهم ياخذوا يعطوني شي استفسار على هذا الموضوع هذا. كاين مجموعه ديال الوثائق ومجموعه ديال الاشياء غادي نناقشوهم من بعد، لان الموضوع ديال سي منير مون بيبي او سي منير اللي موري ما غاديش يسالي هنا. يكفي ان عروسه الشمال مدينه جميله جدا تستحق منا كل خير وتستحق منا الناس اللي يقدروا يزيدوا بها لقدام. انا كنقول لك اسيدي موري الباب ديال NMTV مفتوح لك في حق الرد، مع العلم اننا عطيناه لك قبل واتصلنا بك باش توضح الامور وجميع الدلائل والاثباتات عندنا. كنقول لك كنضرب لك موعد اخر، ومن الممكن انني نكون حاضر في الدوره لطرح مجموعه ديال الاسئله على مجموعه ديال الناس اغلبيه ومعارضه. وتبارك الله عليكم الى حلقه